لعيبه داس عليها القطر. يلا بينا. اللعيب بتاعنا هو فريدي ادو، وغالبا انت ما تعرفوش من كتر ما ده بقى القطر داس عليه قوي. فريدي ادو هو اللي كان المفروض يبقى بيليه الامريكي. فريدي بدا حياته في دي سي يونايتد ولعب كفريق اول وعنده 14 سنه بس. كان سريع قوي، حريف قوي، قوي جدا بدنيا. مضى عقد مع نايكي وهو عنده 16 سنه بس، خلاه مليونير، وده خلى انديه زي مانشستر يونايتد، انتر ميلان، ريال مدريد بداوا ان هم يتابعوه. لكن من كتر ما خد كل حاجه وهو صغير قوي ده بدا ياثر عليه. الاهتمام الاعلامي الكبير بدا يبعده عن الكوره. طلع وقال انا كل اللي عايزه ان العب كوره واستمتع. فجاه لقيت نفسي بظهر في كل حته، انترفيوز، براندات. وساعتها من خوفه رفض الانديه الكبيره اللي كانت جايه له دي، وقرر ساعتها ان هو يختار ان هو يروح بنفيكا. ودي كانت بدايه النهايه خلاص. ساعتها فريدي عرف ان الحلم الاوروبي ما كانش ليه، لانه ما لقاش نفسه خالص مع بنفيكا. سابها وراح على موناكو، بعدها يونان، بعدها لتركيا، بعدها للبرازيل، بعدها لفنلندا، وما عرفش ان هو يلاقي نفسه في ولا دوري منهم. وفي الاخر بيليه الامريكي عمره ما حقق اي بطوله ولا اي حاجه. وحاليا هو 33 سنه، ومن 2021 هو من غير اي نادي.